لو بتصرف فلوس كتير على إعلاناتك وبتقول الناس مش واثقة فيا، المشكلة إنك بتعمل كل حاجة بنفسك ومش بتستغل قوة السلاح اللي عندك اللي هم عملائك. لو ما تعرفنيش، أنا أبو حازم دياب، المدير التنفيذي لشركة دبلازا، وهقول لك إزاي تستفيد من اليوزر جينيريتد كونتنت، يعني اللي هو اليو جي سي، يعني المحتوى اللي بيعملوه عملائك لما بيعبروا عن رأيهم في منتجك أو خدمتك، وإزاي تستخدمها في حملة تسويقية تحقق لك نجاح كبير. أول حاجة، شجع عملائك إن هم يصوروا منتجك أو خدمتك أو يكتبوا عنهم. تاني حاجة، استخدم الصور والفيديوهات ديت في إعلاناتك، وإن الناس بتصدق تجارب الناس اللي زيهم أكتر من كلامك. يعني على سبيل المثال، واحد من عملائنا كان عنده مطعم ومبيعاته الأونلاين كانت ضعيفة، واقترحنا عليه إن يخلي الزباين يصوروا رأيهم في الأكل، وطبعا نزلناها ستوري. ولما استخدمنا المحتوى ده في حملة تسويقية، زادت الثقة بينه وما بين عملائه، ومبيعاته زادت 60% في شهر واحد، لأن الناس شافت تجربة حقيقية. الحل، ابدأ دلوقتي واطلب من عملائك إن يشاركوا تجاربهم واستخدمها في حملة تسويقية. وتابعني عشان أشارك معاك كل النصايح والتجارب العملية اللي مرت بيا كحازم دياب، مدير تنفيذي لشركة دبلازا، واللي هتفيدك تبني شركتك. وإن النجاح مش صدفة، النجاح قرار.